قبل كل حاجة، الفيديو ده مش اعلان، مفيش دعاية، ماليش اي علاقة ولا اي مصلحة باي نوع. الحاجة دي انا جايباها بفلوسي، وزي ما انتم شايفين انا جايبة زبدة الشرقية بيور من منتجات موجودين في الشرقية. حاجة فلاحي مضمونة 100%، طعم وريحة هتوديك الاخر، يعني هترجعك ايام زمان وايام الزبدة الفلاحي اللي على اصولها. والسعر مش عايزه اقولك سعر هبل خالص، حاجه لا تذكر. يعني مش عارفه السعر ده ازاي على الطعم والريحه والجوده بتاعته ولا النظافه. تحفه بجد. اللي خلاني اطلع انا شفت فيديوهات كتير عنها من يوتيوبرز، ان في كتير جدا بيعملوا اعلانات ودعايه، وتلاقي الحاجه واصله لهم بشكل معين وتيجي انت تطلبيها تلاقي حاجه مختلفه تماما عن اللي انت شفتيها مع اليوتيوبر. فانا قررت من نفسي ان انا اجربها، ويعلم الله انا دافعه في حق الحاجه، يعني مش دعايه. وهتندموا جدا لو ما جربتهاش. ذوق جدا، خدمه التوصيل سريعه، مندوب ذوقه محترم. الحاجه لو مش عجبتك اتصلي بيهم ورجعيها، ولكن هم مش هاجي اقولك عليها ضمان، اني بجد الحاجة فعلا تحفة. مش هقول عليها ضمان لاني مش محتاجة اقول. الحاجة تحفة، كفاية صفاء السمنة. بقى السمنة شايفين عاملة ازاي تحفة. المرتة اطمى منها، بترجعك زمان خالص. المرتة الفلاحي بصراحة انصحكم تجربوها، هتعجبكم. والحاجة لو مش عجبتكم اتصلوا بيها رجعوها، بس انا ضامنة ان كنتوا مش هترجعوها. عندهم زبدة بقري، عندهم الزبدة الجاموسي، عندهم السمنة. كل منتجاتهم فلاحي ومش هتندموا. هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت او في اول تعليق مثبت تحت. اتصلوا كلموهم يا جماعة. حقيقي حقيقي سعر الزبدة على الجودة والطعم والنظافة والريحة قليل جدا. حقيقي ما شفتش سعر بالشكل ده. تحفة. العيد داخل عليكم، اطلبوا الحاجة، هتعملوا الطواجن، هتعملوا بتاع الريحة والنفس، ترجعكم ايام زمان، ايام الزبدة الفلاحي. قطمة ورا قطمة لقيت نفسي مخلصة المرتة. حقيقي تحفة. ومن هنا احب اشكركم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربة جميلة، وهرجع ان شاء الله بتجربة جديدة واجرب لكم الزبدة البقري من عندهم قريب باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك.